السلام عليكم الزلف اللون. معكم فوبوس. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نحكي لكم عن كل الخطوات الأساسية والمراحل الأساسية للدراسة في فرنسا. Les démarches pour étudier en France ou bien les démarches Campus France اللي هي في الأساس 5 مراحل أساسية. راح نحاول باختصار نشرح لكم خطوة بخطوة لكن تكون فيها معلومات مهمة، وهذا راح يكون فيديو في سلسلة اسمها الدراسة في فرنسا. يعني كل خطوة من هذه الخطوات بإذن الله راح ننزل لها فيديو مخصص لها بالضبط. أول خطوة، لأنه أنت راح تدرس في فرنسا، وفرنسا اللغة الرسمية تاعها هي اللغة الفرنسية، وإحنا في الجزائر الفرنسية ليست بلغة رسمية وهي اللغة الثانية. يعني إحنا بالعادة اللغة الأساسية الأم تاعنا سواء العربية أو الأمازيغية إذا كنت قبائلي أو شاوي أو شلحي، ما يهمش الأمر. دونك لازمك تفوت اختبار اللغة الفرنسية. بالنسبة لاختبار اللغة الفرنسية كاين 3 أنواع، لكن الأساسي هو TCF Test Connaissance du Français. كاين نوعين، كاين TP معناها تو بوبليك اللي يكون عن طريق لورديناتور SO. يعني كاين بزاف يخلطوا يقول لك SO ماهوش النوع. SO هو الوسيله المستخدمه اللي هو لورديناتور، من النوع تاعو تو بوبليك. هذا شكون اللي يجوزو؟ TCF TP تو بوبليك يفوتوا اذا كنت عندك L2 L3 M1 M2. بالنسبه ل TCF DAP هذا اللي يجيبوا الباك تاعهم ويحبوا يروحوا يقروا L1 ليسونس 1 لازم يفوتوا TCF DAP. او بيان اذا كنت حاب تقرا اركيتكتور او بيان ميديسين. على العموم ديجا درت لكم فيديو عن TCF وكل الانواع تاعو، لا فيديو نخليه لكم هنايا. اذا بالنسبه للTCF هو عباره على تيست. دونك راح يكون عندك اون اتيستاسيون. هذه الاتيستاسيون المده تاعها صالحه لمده عامين فقط لاجتيازها. دونك سي اون اتيستاسيون. Par contre, le DELF ou bien le DALF هو عبارة عن دبلوم، يعني هو صالح لمدى الحياة. الفرق هو كما قلت أول حاجة في المدة الزمنية، هذاك صالح لعامين والآخر صالح لمدى الحياة. تسيا بشكل عام القيمة المالية تاعو هي 10,000 دينار، يعني مليون جزائري. في الجزائر متواجد في 5 مناطق. موجود في قسنطينة عنابة بالنسبة لجماعة الشرق، موجود في تلمسان وهران لجماعة الغرب، وموجود في الجزائر العاصمة لجماعة الشمال والوسط. وسمعت باللي راهم راح يديروا واحد موجود في تيزي وزو. اذا كنت من تيزي وزو وعن بالك باللي سي بون ظنه ولا وقتها راح يفتحوه، نتمنى تقولوا لي في التعليقات. بالنسبة لي اختبار اللغة الفرنسية يكون عن طريق الانستيتو فرونسي. راح نخلي لكم هنا لو سيت. دونك لازم تحلوا ان كونت في الانستيتو فرونسي باش تحكموا لو رونديفو تاعكم باش تفوتوا هذا الاختبار. ثاني نقطة، لانك انت هنا في الجزائر وحاب تروح تقرا في لا فرنسا، لازم يكون كاين وسيط ما بينك انت والجامعات الفرنسية اللي هو كامبوس فرانس. كامبوس فرانس هذا وشنو هو الوسيط ما بينك نتايا والجامعات الفرنسية. بمعنى انت بعد ما تجتاز اختبار اللغة الفرنسية في الانستيتو فرونسي اللي لازمك تحل ان كونت في لو سيت انستيتو فرونسي الجيري، داكور، راح تحل ان بوات باستيل. لا بوات باستيل هذه تحلها عن طريق لو سيت تاع كامبوس فرانس. واش راح تحط فيها؟ تحط فيها الوثائق تاعك كلكو سوا لي زوريجينو ولي تراديكسيون الاصليين والمترجمه، انطلاقا من شهاده البكالوريا، يعني البكالوريا والشهادات الجامعيه اللي عندك، اختبار اللغه الفرنسيه تاعك، لو سي في et plus une lettre de motivation. La lettre de motivation هي عبارة على en fait une lettre اللي تشرح فيها انت علاش راك حاب تقرا في فرنسا وشنو هو البروجي بروفيسيونيل تاعك والبروجي ديتود. بعد ما تحط كامل الوثائق تاعك الرسمية كلكو سوا المترجمة والأصلية في لا بوات باستيل في كامبوس فرانس، راح تدفع 10,000 دينار أخرى، مليون آخر. علاش؟ هذا باش كامبوس فرانس يدرس الدوسيي تاعك ويشوفوا إذا كان هناك كاين فرود، كاين تزوير، وإلا الأوراق تاعك راه يريقلو 100%. من بعد أنت في هذا لو سيت تاع لا بوات باستيل اللي راح تختار الجامعات. أوكي؟ دونك في اختيار الجامعات هنا لازم يكون عندك ذكاء. لازم نتايا على حساب دابور شحال جبت النتيجة تاعك في التي سي اف.
دونك اذا كنت انسان علمي راح تقرا حاجه علميه فيزيك مات سيونس جينيرالمون B2 مقبوله، وكاين حتى جامعات يقبلوا B1. باغ كونطخ اذا كنت راح تقرا ليتيراتور فرونسيز ولا راح تقرا حاجه خاصها بلا لونغ فرونسيز من المفروض تجيب C1 مينيموم، وكاين اللي يقبلوا B2. باش انت تعرف اكزاكتومون شنو هي الشروط ولي كونديسيون تاع الجامعات راح تدور عليها في لو سيت كامبوس فرانس. troisièmement c'est l'entretien. l'entretien هو عباره عن مقابله avec un examinateur اللي راح يسالك مجموعه من الاسئله. علاش راك حاب تروح تقرا في فرنسا، وعلاش خيرت الجامعه الفلانيه بشكل عام، وش هو الهدف تاعك من الدراسه في فرنسا. باذن الله راح ندير لكم فيديو على لونتروتيان كامبوس فرانس. رابع نقطه، لما احد هذه الجامعات وباذن الله كامل الجامعات تقبلكم لازم انت تفاليدي جامعه من هذه الجامعات. بعد ما تفاليدي جامعه من هذه الجامعات يبقى لكم 5 اللي هو لو دوسيي دو فيزا، ملف تاشيره الفيزا، اللي هو بشكل عام واش راح يكون فيه. يكون فيه الورقه تاع لو تي سي اف تاعك وبيان لو دالف وبيان لو دالف باللي انت جوزت اختبار اللغه الفرنسيه، دونك راك تحكي بيان لو فرونسي. دوزيامون انت راح تروح لفرنسا، واش راح دير؟ راح تروح تقرا. الوغ كاين اون يونيفرسيتي ولا اكثر اللي قبلوك وانت ديجا فاليديتها. الوغ انت راح تروح لفرنسا، وين راح تسكن؟ دونك عندك اون اتيستاسيون ديبرجمون اللي تبين انت وين راح تعيش ولا وين راح تسكن في لفرنسا. اي كاتريامون انت كيفاش راح تعيش؟ لازم لك الدراهم. الوغ ان بابي اللي يبين لو بوردورو باللي نتايا عندك الدراهم في لو كونت تاعك. اوكي واحد لو بابي اللي يعطوه لك في كامبوس فرانس باللي انت راك دفعت لي فري دو دوسيي. هذا بشكل عام بالنسبه للدوسي تاع الفيزا. اذا هذه النقاط الاساسيه للدراسه في فرنسا. تفوت لو تيست تاع لو فرونسي كيلكو سوا تي سي اف او بيان دالف او بيان دالف، تحل اون بواط باستيل اللي تبوزي فيها كامل لو دوسي تاعك، دير لونتروتيان تاع كامبوس فرانس، باذن الله تقبلك احد الجامعات اي سانكيمون لو دوسيي دو فيزا. لكن باذن الله كل مرحله من هذه المراحل حيكون فيها شرح تفصيلي على هذه المراحل والخطوات خطوه بخطوه. اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد على الدراسة في فرنسا، وكذلك عن مواضيع ثقافية تعليمية واجتماعية. كان معكم فوبس. إذا عندكم أسئلة أخرى نتمنى تتركوها لي في التعليقات، وبإذن الله راح نجاوب على كامل هذه التعليقات.